قبل ما ابدا الفيلم يا صديقي حابب اقول لك انك وحشتني، وبما انك وحشتني فحابب ارحب بيك في واحد من اجمل افلام الاكشن الصينيه في السنين الاخيره. فيلم اكشن قصته جامده جدا، عشان تستمتع بيه عايزك تركز معايا للنهايه وتسمع القصه من البدايه. وبدون ما اطول عليكم صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. بتبدأ أحداث فيلمنا في معمل سري موجود في الصين. بنشوف البروفيسور المسؤول عن المعمل، بنعرف إنه شمال مدور المعمل ده كله عشان يعمل أنواع جديدة من المخدرات، ولأن تجارة المخدرات في الصين عقوبتها ممكن توصل للإعدام، فالراجل كان بيوزع بضاعته عن طريق تجار الأسماك. وغير المخدرات بقى كان ليه نشاط جانبي كده مع البنات، يعني راجل شمال. عشان كده شفناه وهو جايب بنت جديدة للمعمل، وبعد ما البنت دخلت بدأت تخاف، وخصوصا لما شافت كام جثة كده على جنب. لكن قبل ما تعرف ايه اللي بيحصل البروفيسور كان ربطها بجنزير وعلقها في الهواء، ولانه كان متأكد ان اعدائه كتير كان مأمن المكان بكمية حراسة مسلحة قادرة تهد جيش بحاله. بنشوف الحراس دول وهم بيطمنوا ان كل حاجة تمام، بس فجأة ظهر لهم عامل نظافة غلبان كان بيستعد علشان ينظف الأرضية. لكن الحراس استغربوا شوية لانهم اول مرة يشوفوه، وبسرعة قربوا عليه وشدوا اجزاء الاسلحة بتاعتهم وبقوا جاهزين يتعاملوا معاه. لكن عامل النظافة ده رفع ايديه وقال لهم العملية مش مستاهلة يا رجالة. بس قبل حتى ما الحراس يفهموا اللي بيحصل كان عامل النظافة ده رشق سكينة في ايد كل واحد منهم، خلص معاهم الموضوع وبعدها كمل في طريقه. بنعرف بقى ان ده مش عامل نظافة ولا حاجة، لكنه راجل عصابات نينجا في نفسه، قدر يهاجم كتيبة بطوله ولا بيشغله اي حاجة، الدرجة اللي مخليه معظم عصابات الصين ما يعرفوش اي حاجة عنه. معظم الوقت اصلا كانوا شاكين انه هو عميل سري للجيش او للشرطة. عمنا النينجا ده بيكمل طريقه لحد ما بيوصل للأوضة اللي البنت كانت فيها، لكنه لما بيدخل بنكتشف ان البنت هي كمان جامدة في نفسها وقدرت تعلق البروفيسور مكانها لانها اصلا كانت رايحة عشان تجيبه من قفاه. بعدها بنشوفها وهي بتتكلم مع البطل بتاعنا اللي بنعرف ان اسمه وي، زي ما بنعرف كمان انه جوزها. وبعد ما الحوار بيخلص بنشوف وي وهي في المينا بتاع المدينة، وبنعرف انه الكوماندا بتاع المكان ومفيش جرام مخدرات بيدخل غير باذنه. بنستنتج ساعتها انه ما كانش رايح يضرب البروفيسور عشان ينصر الحق يعني والجو ده، بس فجأة الشرطة بتعرف مكانه وبيتأكدوا ان المخدرات في المينا، وعشان كده بيعملوا هجمة مرتدة بقيادة افضل ضابط في الشرطة بتاع المدينة اسمه هوانج. فعلا بعد شوية هوانج بيوصل المينا ومعاه اكفأ واقوى ضباط شرطة، لكن وي ورجالته كانوا مستعدين لحاجة زي كده. اثبتوا للشرطة ان المينا دي بتاعتهم ومفيش شبر منها حد يقدر يدخلوا بدون اذنهم، وعشان كده بمجرد ما عربيات الشرطة قربت نصبوا لهم الكمين المتين وهاتك يا دعك في الشرطة، ضرب نار وقتال بالأسلحة وكل اللي قلبك يحبه. لما الشرطة بدأت تفوق شوية والضباط ركزوا أكتر، وي فاجئهم إنه عنده فضلة خيرك رشاش نص بوصة في المينا، وده أساسا بيستخدم لتدمير المباني والعربيات الضخمة، لكنه استخدمه لتصفية الضباط وحرفيا خرتقهم. ورغم إن معظم الضباط كانوا مرعوبين، لكن هوانج كان مؤمن جدا بقضيته، وعشان كده قرب من وي ودارت بينهم معركة شرسة جدا، أكشن آسيوي بقى من اللي قلبك يحبه، ولا كأننا بنتفرج على ماتش كونغ فو لبروسلي. بعدها واحد منهم استخدم خنجره والتاني استخدم مطرقة وهاتك يا ضرب، لكننا لاحظنا انهم تقريبا مستواهم متكافئ وعشان كده ما حدش منهم انتصر. في نص المعركة دي هوانج ضرب وي ضربة قوية جدا بالمطرقة، لكن وي اتفاداها وعشان كده لوح تلج اتكسر، وساعتها شاف المخدرات وعرف ان ده مكان تخزينها. ورغم ان وي ورجالته عملوا الجلاشة مع الشرطة، بس طبعا هوانج كان بلغ القوات الخاصة اللي وصلوا فعلا، وساعتها وي ورجالته حس ان اليوم مش بتاعهم خلاص وخلعوا كلهم من المكان. ساعتها هوانج قدر يكسر كل الواح التلج، مسك كمية كبيرة جدا من المخدرات. بنسيب المشهد ده وبنشوف العمدة بتاع المدينة اللي بنعرف ان حالتها بقت سيئة جدا في السنين الأخيرة، ما بين تسمم في المية ومخدرات وتجارة سلاح وغيره. لكن العمدة كان عمال يطمنهم وشرب قدامهم كوباية مية وقال لهم ما تقلقوش موضوع المخدرات ده هيخلص على ايدي. بس بعد ما العمدة خلص الكلمة بتاعته جاب كل اللي في بطنه واتأكد فعلا ان المية مسممة. فضل يهزق المساعدين بتوعه اللي اقترحوا عليه حوار شرب المية ده، وطفح كوباية لصاحب الفكرة. ولما شاف هوانج على تلفزيون وعرف بكمية المخدرات اللي قدر يمسكها كان متفاجئ جدا. بعد شوية عرف ان جات له مكالمات فيديو مهمة جدا. لما دخل الأوضة الخاصة بيه لقى عدد كبير جدا من مكالمات الفيديو، بس المفاجأة بقى هي انه عمدة المدينة كان الكبير بتاع المخدرات، وهو اصلا اللي بيدخلها المدينة وبيوزعها على كل التجار الكبار. طبعا كل مكالمات الفيديو دي كانت من التجار اللي فضلوا يهينوه ويقولوا له ما كانش لازم يعني تخلي الشرطة عندك اشباح وبيطيروا بجناحين، لان الضابط اللي عندك ده ضيع علينا شغل بمليارات، ولو البضاعة بتاعتنا ما رجعتش تاني ما تزعلش من اللي هيحصل لك.
وساعتها العمدة وعدهم انه يحل الحوار كله وقال لهم انه هيتصل بيهم قريب. وفي نفس الوقت ده هوانج طبعا ما كانش دريان ان العمدة بيساعد تجار المخدرات، وعشان كده فضل شغال على القضية وحاول يجمع اكبر معلومات يقدر يجمعها عن وي. بس المشكلة ان المعلومات عنه كانت قليلة جدا لحد ما المساعدة بتاعت هوانج قدرت توصل لمعلومة قديمة جدا واستنتجت منها ان وي مش شبح كده من فراغ، لكنه كان واحد من افضل ضباط القوات الخاصة اللي موجودين في الجيش الصيني، وفجأة استقال لسبب محدش يعرفه. بمجرد ما هوانج عرف المعلومة دي طلب من رجالته يشتغلوا عليها. بدأوا يتعقبوا الأماكن اللي وي بيروحها لحد ما عرفوا إنه موجود في مطعم. طبعا معلومة زي دي كانت مهمة جدا بالنسبة لهوانج اللي على طول أخد أفضل فرقة قوات خاصة في الشرطة ومعاهم أمهر القناصين وتمركزوا قدام المطعم عشان يصفوا وي ويخلصوا من الحوار ده كله. بس طبعا وي ما كانش بتاع مخلل، بسرعة جدا حس إن في حاجة غلط بتحصل، وإحساسه اتأكد لما واحد من رجالته دخل المطعم وكتب له على الورقة بتاعة المنيو إن الشرطة موجودة بره وهيخلصوا عليه. وساعتها وي حتى ما اتحركش من مكانه، لكنه طلع الطبنجة بتاعته وأخد واحد من اللي شغالين في المطعم رهينة وقعدوا قدامه بزاوية تقفل على القناص الرؤية بحيث ما يقدرش يقتله. وبعدها وي اتكلم بصوت مسموع وكأنه بينادي على هونج وقال له أنا عارف إنك هنا، فياريت تظهر بقى وتفكك من لعب العيال ده وخلينا نتكلم راجل لراجل. ساعتها وي راح عشان يتكلم معاه. هوانج قال له خلي بالك العملية مش مستاهلة كل الفرهدة اللي انت عاملها دي، احنا اصلا هدفنا واحد، انا عاوز امسك الكبير اللي بيدخل المخدرات للمدينة عشان في حوار لازم اخلصه معاه، وانت في نفس الوقت محتار ومش عارف مين اللي بيدخل المخدرات، يعني ولاش لازم نعلي على بعض. بعدها قال له خليك متأكد ان مفيش حد عنده السلطة انه يدخل الكمية دي كلها غير لو حد في منصب تقيل جوه المدينة. وطبعا هوانج لما سمع الكلمتين دول كان هيتجنن، لكن زمايل هوانج فضلوا يكلموه في السماعة ويقولوا له يتحرك او يحاول يمسك الطبنجة اللي في ايد وي. بس طبعا هوانج كان متأكد انه لو فكر حتى يعمل كده هيموت في لحظتها، وعشان كده زمايل هوانج اختاروا اقتحام المطعم. بس طبعا وي كان عامل حسابه على حاجة زي كده ومأمن الباب الخلفي للمطعم بقنابل. وبمجرد ما الضباط دخلوا المكان القنابل انفجرت وعدد كبير منهم مات. ساعتها وي يتكلم مع هوانج وقال له انا هطير دلوقتي بس مسيرنا نتقابل تاني. بتشوف بعدها اجتماع للشرطة عشان يعلنوا فيه عن تفاصيل العملية الأخيرة اللي مسكوا فيها كمية المخدرات اللي صادروها، لكننا بنلاحظ ان هوانج واخد تعليمات من القائد بتاعه ما يخشش في تفاصيل كتير، وده طبعا لان القائد متأكد ان في اسامي تقيلة جدا متورطة في الموضوع. لكن فجأة صحفية دخلت المؤتمر فضلت تزنق هوانج في الأسئلة، ودي حاجة طبعا حطت الشرطة في موقف بايخ جدا. وفي نفس الوقت ده وي كان قاعد مع مراته بيعطف وبيلطف، وفجأة وصل حد من رجالته وقال له انه يقدر يكشف حاجة خطيرة، وهي ان في جزء من المخدرات بيتهرب في خراطيم عربيات المية. وفي الوقت اللي وي كان بيتفرج فيه على العربية اللي الراجل بتاعه جابها له اتفاجئ بوصول عصابات المدينة وعرف وقتها ان ده كمين، وعلى طول العصابات من غير هزار قبضوا عليه وشحنوه في العربية. اما بقى العمدة بتاع المدينة فالتجار جابوا اخرهم منه، وعشان كده بعتوا له مجموعة من البنات اللي بمجرد ما دخلوا اوضته مسكوه من رقبته وكانوا خلاص هيقتلوه. ساعتها تجار المدينة بدأوا فيديو معاه وقالوا له قدامك يومين ولو البضاعة بتاعتنا ما كانتش عندنا اعتبر نفسك سافرت سفرية مفيش منها رجوع. بس فجأة بقى وي ظهر على الخط بعد ما عمل الواجب وزيادة مع اللي كانوا ماسكينه، واتكلم مع عمدة المدينة وقال له انا عارف من زمان انك انت اللي مدورها، بس دلوقتي بقيت متأكد وخليك عارف ان نهايتك قربت خلاص. طبعا العمدة لما سمع الكلمتين دول اتنرفز جدا لدرجة انه كسر شاشة التلفزيون. بتشوف بعد كده قائد الشرطة وهو بيكلف ضباطه بمهمة خطيرة جدا، وهي انهم هينقلوا كمية المخدرات الكبيرة اللي صادروها، وعشان كده اختار اكفأ ضابط عنده. لكن هوانج بقى متأكد خلاص ان البضاعة دي هترجع للتجار تاني، وبقى متأكد كمان ان قائد الشرطة هو كمان متورط، وعشان كده قدر يصادر البضاعة بمعرفته. فعلا نصب الكمين في نص الطريق، قدر يستخدم بلاعة من البلاعات خلاها تغرق العربيات، ودي حاجة اضطرت الضباط انهم ينزلوا. وبمجرد ما عملوا كده هوانج كان مستنيهم بالصواعق وعمل معاهم فوق الصح بشوية، لكن وي اصلا كان مستني القصة دي كلها تخلص عشان يستلم هو البضاعة على رواقة، وفعلا ظهر في الوقت المناسب وقدر يخلص على الكل. وبعدها طلع العربية وطبعا لقى هوانج خلصان من كتر الضرب اللي اكله من الضباط ومن رجالة العصابات اللي كان مصلحتهم انهم ياخدوا العصابة. وعشان كده هوانج ما قدرش يقاوم وي اللي سحبه بهدوء ووداه على المخبأ السري بتاعه، وهناك فضل يتكلم معاه وقال له يا عم قلت لك قبل كده احنا غرضنا واحد وانت برضو اللي مصمم نفضل اعداء. وبعدها فاجئه بحاجة غريبة جدا وقال له انا شايف الصراحة انك المفروض تبقى واحد مننا. ولما هوانج استغرب وي وقتها وي نادى على مراته عشان يفاجئ هوانج انه استخدم بطنها قبل كده عشان ينقل
المخدرات، وقال له الموضوع مش تضحية بس الحكاية تستاهل، وحتة إن عمدة المدينة يبقى مسيطر على المخدرات دي مضايقاني قوي. بس طبعا هوانج ما كانش مقتنع بأي حاجة من الكلام ده، وعشان كده وي اضطر يوري له فيديو لطيف كده لواحدة من عصابات المدينة وهي بتعذب زميلة هوانج في الشرطة، وعشان كده هوانج قرر يتحرك بسرعة بالعربية اللي فيها البضاعة، لكن وي كان عامل حسابه حاجة زي كده وحاطط قنبلة جوه العربية. هونج فضل ماشي بأقصى سرعته لحد ما وصل للمكان بتاع العصابة، وهناك حاول ينقذ زميلته بس حصلت حاجة ما كانتش على باله، وإن الست اللي بتعذب زميلته جابت كيس من أكياس المخدرات وعملت حقنة حقنت بيها زميلة هوانج، وفي ثواني قليلة أعراض الحقنة بدأت تظهر عليها وكانت خلاص بتموت. بس هوانج كان شايف إنه لازم يفضل محافظ على الأمل لحد آخر ثانية وجري بسرعة عشان ينقذها، لكن واحد من العصابة بدأ يضربه، ورغم إن هوانج عمل كل اللي عليه وفضل يصد ضرباته وحاول يهرب منه، لكن الأعراض صعوبتها كانت بتزيد على زميلته لحد ما فقدت وعيها تماما. ساعتها هوانج قدر يخلص من الراجل اللي كان بيضربه وخرج بيها بسرعة وسلمها للدكاترة بتوع عربية الإسعاف اللي وصلت للمكان. وبعد اللي حصل ده بنشوف وي وهو ماسك المنظار وواقف مع مراته ومش شاغل باله بأي حاجة بتحصل، وبعد ما اطمن إن هوانج اتعلم عليه قال لمراته كده بقى معانا شريك جديد، وده طبعا لأنه كان متأكد إن هوانج مش هيقدر يتجاوز اللي حصل ده، لأنه حرفيا بقى حاسس قد إيه الشرطة في المدينة شوية فاسدين ومدورينها. حتى زميلته وهي بتموت ما لقيتش حد ينقذها. عمدة المدينة كان هيتجنن خلاص، والتجار بدأوا يحطوا خطة عشان يقتلوه، خصوصا بعد ما الشاحنة اللي كان فيها البضاعة اللي وعدهم يرجعها لهم انفجرت بسبب القنبلة اللي وي حطها فيها. اما هونج بقى فحالته النفسية كانت زي الزفت وما كانش مستحمل لوم اي حد من زمايله في الشرطة بسبب موت زميلتهم، وعشان كده بدأ فعلا يفكر انه ينضم لهوانج عشان ينتقم من الكل. بس المشكلة ان هوانج اتقدم فيه تقرير انه مقصر في مهمته، وعشان كده الشرطة احتجزوه. ساعتها وي قرر يروح يخرجه بنفسه، وفعلا قدر يدخل قسم الشرطة. بعد ما اتكلم شوية مع هوانج، مرات وي وصلت للمكان وقدرت تخرتق كل الضباط اللي قابلوها، ورمت كمية كبيرة من قنابل الدخان في المكان عشان تعمل كفر لوي وهوانج ويقدروا يهربوا. فعلا هوانج اقتنع بكلام وي وخرج معاه من اسم الشرطة وقرر يساعده، خصوصا بعد ما وي اثبت له انه عمدة المدينة مش بس بيتاجر في المخدرات، لا ده كمان بيرمي مخلفاتها في مية الشرب بتاعت المواطنين، وده اللي عمل حالات تسمم وموت كتير خلال الفترة اللي فاتت. وبعد ما هوانج عرف المعلومتين دول ربطه بشوية معلومات كانت عنده كظابط شرطة، وبقى متأكد ان المعمل الرئيسي اللي بتصنع فيه كل المخدرات تحت المية. فعلا قدر يحدد مكانه، عمل هجمة مرتدة هو ووي ومراته، وبعد ما وصلوا هناك قدروا يصفوا كل رجالة العصابة ودارت بينهم مدعكة كلها أكشن وإثارة. الضرب كان بالسلاح الأبيض وبالرصاص وبكل ما لذ وطاب، لكن هوانج ووي قاموا بالواجب. بس فجأة هوانج ابتسم لوي وفهمه انه كان بيهاودوا كل ده عشان يوصل للمعمل، لكن دلوقتي خلاص اللعبة انتهت. وساعتها وي ما كانش عارف هيتصرف ازاي، خصوصا لانهم ما كانوش عامل حسابه لحاجة زي كده. وبمجرد ما اتحرك عشان يحاكم هوانج، وقتها هوانج عرفه ان المكان فيه قنبلة خلاص هتنفجر، وساعتها مرات وي عملت تضحية كبيرة جدا وهي اللي وقفت قدامه واخدت الموجة الاولى من الانفجار وماتت. وطبعا دي كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لوي اللي ما كانش مصدق اللي عينه شايفاه. فضل يفتكر كل المواقف اللي مراته كانت جدعة معاه فيها وكل المخاطر اللي عرضت نفسها ليها علشانه. اما تجار المخدرات بقى فخلاص بقوا متأكدين ان بضاعتهم والمعامل بتاعتهم كلها راحت، وعشان كده قرروا يتحركوا ويقتلوا عمدة المدينة. في نفس الوقت ده عمدة المدينة نفسه عقله كان هيطير خلاص، وده بعد ما عرف ان المصدر الاساسي للمخدرات جوه المدينة اتدمر بالكامل، وعشان كده راح على القارب بتاعه وقرر يخلع من المكان، لكنه اتفاجئ بعدد كبير جدا من رجالة العصابات وما كانش قدامه وقتها غير انه يدافع عن نفسه، وعشان كده استخدم الرشاش بتاع القارب وفضل يضرب نار بشكل عشوائي وقتل عدد كبير جدا منهم. وبعدها قرر يهرب من المكان بأقصى سرعته، لكن وي كان بيطارده بالعربية. فضل يجري وراه بأقصى سرعته، بس طبعا المطاردة كانت صعبة جدا، خصوصا ان عمدة المدينة في المية في الوقت اللي فيه وي على الارض. ولما عمدة المدينة حس انه وي مقرب منه، استخدم الرشاش اللي معاه على القارب وفضل يضرب عليه نار بشكل عشوائي عشان يخلص منه. وبمجرد ما وي قرب من مكان فيه انابيب اكسجين، عمدة المدينة ضرب طلقة في انبوبة منهم وعمل انفجار جامد جدا، واعتقد وقتها انه خلص من وي، بس دي ما كانتش الحقيقة لان وي كان شبح. فضل مكمل في طريقه وجواه نار تحرق بلد بحالها، خصوصا بعد ما مراته ماتت، وعشان كده فضل مكمل بالعربية بأقصى سرعته لحد ما قرب من المية، وساعتها نط بالعربية في المية ونزل على القارب بتاع عمدة المدينة، وهناك فضل يضربه لكنه ما قتلهوش بس أصابه إصابة جامدة. وبعدها عمدة المدينة نط من القارب وعام بكل سرعته لحد ما وصل للشاطئ، وبمجرد ما قرب من بيته قرر يركب عربيته، لكن وي كان مفخخها. بس للأسف
العمدة قدر يخلع من الحوار والعربية انفجرت، بس بعد ما نزل منها فجأة لقى ضباط الشرطة في وشه، ورغم انه قاعد يقول لهم ان في واحد بيطارده وعاوز يقتله لكنهم نفضوا له قدموه للمحاكمة، ورغم انه كان رافض يعترف بجرايمه لكنه في النهاية اعترف بكل حاجة واتحكم عليه بالإعدام. ده غير ان كل المخدرات اللي كانت في المينا بقت تحت سيطرة الشرطة والتجار كلهم اتقبض عليهم. طبعا كلنا فاكرين ان كده الفيلم خلص، لكن خليني اقول لك ان اكبر مفاجأة في الفيلم كله لسه ما جاتش، لاننا في اخر مشهد بنشوف هوانج وهو قاعد قدام القبر وبيقول لصاحب القبر خلاص كل حاجة اتحققت والعدالة اخدت مجراها. بنعرف ساعتها ان ما كانش فيه واحد اسمه وي اساسا، وان وي ده كان زميل هوانج ومات في مهمة، لكنه قبل ما يموت قال له المدينة دي بكل الجرائم اللي فيها مش هنقدر نوصل لاصحابها غير لما واحد شجاع يبقى متقمص شخصية المجرم لكنه في نفس الوقت ظابط. ومن وقتها والفكرة لمعت في دماغ هوانج وفعلا نفذها، وكلام زميله كان مظبوط فعلا، ومحدش في المدينة قدر يوصل للحقيقة غير لما ده حصل. وبعد ما هوانج قال الكلمتين دول قدام قبر صاحبه اتقبض عليه لانه كان متورط، بس بعدها خرج تقديرا لبطولته في المهمة، وشفنا زمايله هم بيدوله تحية. هنا بيخلص فيلمنا، فما تنساش بقى لو عجبك تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.